ها انت يا اختي، من اليوم ما عاديش باقي تشري من الباتيسري. جبت لك واحد البريوش روعه يا سلام، وبكميه كتيره اكثر من 56 حبه. سلام عليكم الحبابات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. نبداوها بالصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ها انت يا اختي، من اليوم ما باقيش عادي تشري البريوش او لا القرص. المهم هذا شكل يعني درنا على شكل اوفال، هو بريوش. عجينة البريوش بمقادير بسيطة ومكونات بسيطة كتواجد في أي بيت. ومن اليوم برعي وليداتك بالكوتي أو لا في الفطور أو لا الكوتي ديال المدرسة. يعني كيصلحوا بزاف الصراحه. هاد الحويجات ملي كنديروهم في الدار وكنخزنوهم في الكونجيلاتور، مره كنجبدوا ليهم هكايا واحد العدد ونسخنوه. المهم هنا كنحتاج كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الزيت. كنحتاج جوج بيضات، ما زهر، واحد دانون يعني داك ديال درهم، اولا دانون ديال 2 دراهم اللي بغيتو. دابا مابقاش داير 2 دراهم، داير 2 دراهم ونص. الشوكولاط للتزيين، وبيان سور الدقيق والخميره باش غادي نخمرو، وشويه الملح باش نهرسو هذاك الحلاوه، اولا باش ما يجيناش هذا البريوش يعني باسل. المهم كما العاده وكما والفتوا معايا، ديما انا كنعجن في البانيو. بانيو عنده غطا يا اختي، احسن حاجه تعجني فيها، احسن من القصعه سورتو في هذا البرد هذا. كيخمر الحاجه دغيا، يعني ما كتحتاجيش وقت كبير باش انها تخمر. وفي نفس الوقت كتجي العجينه يعني مدلوكه فيه، بحال درتيها في بلاستيكه نفس الحاجه. هنا عندي كاس ديال سنيده، كنعبر دائما بكاس العنبه. هنا عندي كاس ديال الحليب دافي، من الاحسن تدوزوه شويه في هكايا فوق شي كاسرونه فوق العافيه، وعاد ديروه يعني يكون دافي، ما يكونش طايب وما يكونش تاني بارد. دابا حيت الحال بارد باش يلاه يتخمروا لينا مثلا في الصيف ماشي مشكل، ولكن دابا حيت الحال بارد اللهم تدفيه باش دغيا تخمر لك هاد البريوش هذا. عندي هنايا حكايك دانون، انا متواجد عندي هاد صغير، قلت بالك نحيدو من حدايا. المهم بلا ما نعاود نجيب دانون كبير، صافي درت هاد الصغير. درت هنايا 2 معالق كبار ما عامرينش، يعني كنسوسهم، كنعمرهم وكنسوسهم من الخميره، يعني 2 معالق ما عامرينش. وهنايا غادي نحتاج يعني المقادير الاخرين غادي نديرهم في المرحله الثانيه. غادي نزيد من بعد الماء، غنخلط هاد العناصر باش ينسجموا ليا شويه، داك السكر مع الخميره باش يتفاعلوا شي شويه، وداك الحليب دافي، عاد غادي نزيد الماء. المهم بالنسبه لهاد البريوش عندكم امكانيه انكم تعجنوه كامل بالحليب، كيجي روعه يا سلام، يعني كيجي قطن قطن قطن. وحتى هكا تيجي قطن، غير انما الا عجنته، لان انا جربته يتعجن بالحليب وجربته بهاد المقادير. انا كنحاول نعطيكم في القناه ديالي مقادير بسيطه اللي يقدوا عليها جميع الناس. الله يحسن العوان، دابا راه كلشي غلا، البيض الزيت الخميره الدقيق، يعني كلشي تزاد، فما نحرموش ريوسنا. وفي نفس الوقت كنديروا حويجات اللي هما اقتصاديين، وكنوفروا شويه على المصروف ديالنا. المهم هنايا كندير الماء، درت تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه. هذا الكاس باش عبرت راه حتى هو قياس كاس العنبه بالضبط. اللي ما عندهاش كاس العنبه تاخذ الحك ديال درهم ديال جيتوس، داك جيتوس داك عصير الليمون هذاك من يخوى، تغسلو وتحطو في واحد المجير. ملي تبغي تعبر العبار ديال كاس العنبه راه كيعبر هو عامر حتى الفم، كيعبر عبار كاس العنبه. هنا كنخلط جميع العناصر، عندي شويه هنا سنيده غليظه، هاد النوبه طحت في سنيده غليظه ما عرفتش علاش. المهم ضروري كنحكها مزيان في داك البانيو مع داك الماء حتى كنحس بها دابت. كنخليه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. الا عندكم الجو بارد بزاف، المهم حتى كتفاعل شويه ديك الخميره، كتشوفوا بان الخليط بدا كيتخمر شي شويه، عاد يعني تاخدوه. هنايا راه نسيت ما قلتش لكم، انا براسي نسيت الدقيق. كان عليا ندير كاس ونص ديال الدقيق. هنايا شفتوا راه عبرت بهذا الكاس، يعني كاس العنبه. انا كملت تقريبا نص، المهم عيني ميزاني كاس ونص ديال الدقيق، حتى لكاع 2 كيسان العنبه ماشي مشكل، لان السوائل هنا شويه كتار. وكنخلطو مزيان، عاد كنخليوه يتخمر. شفتوا دابا انا حتى المونتاج رديت البال بانني راه نسيت اصلا، راه في سميتو راه نسيت ما درتش الدقيق. هكا كيتخمر لينا هاد العجين دغيا، يعني التخمر الاولاني كي كنقولوا بدا تيطلع، تفاعلت دوك العناصر، خليناه تقريبا واحد ربع ساعه. كنضيفوا هنايا الكاس ديال الزيت، هنا كاس العنبه عامر، وكنضيف هاد البيضه. المهم هانتوما شفتوا راه المقادير يعني اقتصاديه، وعادي نكتبهم لكم في هنايا في الجنب ديال الشاشه، اللي بغات تسكرينيهم في التليفون ويبقاو عندها من الاحسن.
هنايا كندير 2 معالق ديال ما زهر، واللي عندها الصاشيه ديال الزهر تضيفها حتى هي كتزيد تنكه. وهنايا عندي النافع وحبه حلاوه مطحونين. انا كما قلت لكم وليداتي ما كيبغيوش الحاجه دوك الحبيبات يلقاوهم في الماكله، فهذا هو الحل اللي لقيت معاهم بالنسبه لهاد التنسيمه، سيرتو في البريوش وفي القراشل ما كيبغيوش ليا هاد حبه حلاوه والنافع. ولكن انا ما كنبغيش نستغنى على لودور ديالهم، حيت صراحه كتعطي واحد النسمه زوينه سواء البريوش سواء القراشل. صافي كنديرهم مطحونين، كنجمعهم بجوج، كنقيهم كنطحنهم، كنديرهم في قريعه، وقت ما تقاضت لي عاود كنطحن واحد الكميه اخرى. هنا كميه الدقيق اللي غادي نبقى نضيف ما يمكنش نعطيكم بالضبط، يعني المهم تقريبا فايته كيلو ديال الدقيق. نتوما عينكم ميزانكم، كتبقاو تخلطوا حتى كتجمع العجينه، ولكن في نفس الوقت كتكون كتلصق ليا في اليد، يعني ماشي شاده راسها مزيان. كي كتعرفوا العجينه ديال البريوش وديال القراشل خاصها تكون رطبه وتكون كتلصق في اليد. انا عيني ميزاني، نتوما كمبتدئات ما تضيفوش الدقيق دقه واحده، ضيفوه شويه بشويه. وهاد الكميه اللي كتعطيني هاد العجنه راه يعني فيها الخير والبركه. وحتى بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا طلبيات بحال هكايا في رمضان، اولا حتى بلا رمضان، يعني يدفعوهم للقهاوي اولا الباتيسريات اولا الله يسخر لهم، يديروا مثلا هاد المقادير ويعبروا هما يعني الكويرات، يحاولوا يخدموا بالميزان ويشوفوا يعني المقادير كامله شحال باش خرجوا لهم، كيضربوا في 2 أو 3 وكيشوفوا الربح ديالهم. بغاو شويه الربح يعني باش يعني يجبدوا الكليان، كيضربوا في 2، داك الثمن اللي باش طلعت لهم الحاجه كيضربوها في 2. بغاو شويه يشيطوا شويه الربح، يعني الربح شويه كتير، كيضربوا في 3. المهم كتحسبي جميع المقادير. انا ما يمكنش نعطي لكم الثمن ديال هاد البريوش اوفال. صراحه انا كناخذو في المخبزات على حسب المخبزه، يعني كنت كناخذو مره بدرهم فاش كان شويه رخا، شويه زادوا فيه 10 دريال يعني درهم ونص، شويه ولا 2 دراهم. مؤخرا ما بقيتش كناخذو، وليت كنديرو في داري هكا غير مره مثلا، ما كتكونيش مساليه اولا كتجيبي هكا شي حاجه من الباتيسري، كتشوفي الاثمنه كتقارنيهم زعما مقارنه مع الاثمنه اللي كانت. صراحه راه كلشي غلا. ايوا هكا ما فيها بس تعجني عجينه ديالك. هانتوما كما كتشوفوا مره كنقيسها بيدي الاخرى اللي ما كنعجنش بها باش كنوريكم القوام ديال العجينه، يعني راه كتجي رطبه، ما كتجيش العجينه شاده راسها قاصحه، لا كتخليوها رطبه. هنا كنخمرها النوبه الاولى عاوتاني. دابا داك التخمار الاولاني غير باش تطلق لينا الخميره قبل ما نديرو الدقيق كامل. دابا فاش درنا الدقيق كامل خليناها حتى تضاعفات شي شويه، كنجيو كندلكوها. هنا كنعطيوها الدليك. شحال خليتها تقريبا ترتاح بين مرحله ومرحله؟ تقريبا واحد ثلث ساعه، ثلث ساعه حتى نص ساعه. وكنغطيها بيان سور بواحد المينطه هكايا تكون سخونه في واحد البلاصه سخونه حتى كطلع ليا هكا. كنبقى ندلك. انا هنا درت شويه الزيت وتنبقى ندلكها هكايا. كما كنديروا البوشيار، يعني كنهزوا العجينه من التحت للفوق وتنخبطوا بها هكا كيدخلها الهواء وكتجي لينا مفشه ورطبه. وكما قلت لكم ممكن تعجنوا في البانيو هكا بالغطايه، اولا ديروا ليه السلوفان الا ما عندوش الغطايه، اولا ديروها في بلاستيكه، كدهنوا بلاستيكه بشويه الزيت لداخل وكتحطوا فيها العجينه، وكديروا بلاستيكه كبيره باش يلاه الا تخمرات لكم العجينه يلاه تفيض، تلقى فاش تفيض. صافي هنايا ملي كنجمعها هكايا ما كنخليهاش باقي ترتاح، كنخدم فيها مباشرة لأن الكمية شوية كثيرة. بالنسبة للمبتدئات بغاو يجربوا كمية قليلة يديروا نصف المقادير. وبالنسبة لديك بيضة ما لقاوش كيفاش يقسموها، عادي تخلطي اختي ديك البيضة في زلافة، عادي ديري مثلا نصف المقادير كاملين، وديك البيضة خلطيها في زلافة حتى تخلط مزيان، وعادي تحيدي منها نصف الكمية، النص دهني به البريوش من يخمر والنص ديريه في العجين. يعني هذه هي الطريقة. وممكن كاع داك نصف الكميه واخا ديري فيها بيضه صغيره ما كاين حتى شي اشكال. غير بالنسبه للقرص والبريوش راه ما كيبغيش بزاف ليدام، يعني الزيوت والزبده ما كيبغيش تكثري ليهم الزيت والزبده والبيض، يعني كنديروا غير القياس باش ما قللناهم باش ما كيجيو مفشين ورطبين. هذه قاعده في البريوش. وهاد العجنه راه واخا كثيره شي شويه ما تخلعكمش، يعني كدوزوها مع الشقه الصباح. انا اغلبيه ديال هادشي اللي كنبغي ندير للدار اولا نديرو مثلا في الفريغو
كندوزو في الصباح اغلبيه، كنبغي نحيدو عليا في الصباح، وكندوزو مع الشقه. يعني كتكون يدي هنا ويدي هنا وانا غادا حتى كنسالي. وكل وحده راه كتعرف تسير والتنظيم ديال المطبخ ديالها كيفاش تسير. يعني ما عاديش نبقى انا حاضيه غير العجينه امتى تخمر، امتى نقرصها، امتى ندلكها، امتى لا ولا. يعني كل حاجه كندير شويه هكا وشويه هكا. بالنسبه كيما شفتوا التقراص ديال هاد العجينه عادي التقراص ديال المسمن، غير ما كنكثروش الزيت، كندير واحد شويه كيكه الزيت في يدينا، غير هكا داكشي اللي هز جوج صبعنا هكايا في يدينا، باش غير ما تلصقش فينا العجينه. هانتوما شفتوا الطريقه، كنجبد العجينه، كنحط فيها داك الشوكولاط ديال 4 دريال، غير الشوكولاط العادي ديال 4 دريال. من الاحسن ما تيمحنش هو في الخدمه، ماشي بحال درتو داك السائل. صافي كنجبد هكايا الكره كما كتشوفوا، كنحط هذيك الشوكولاته في الوسط. هنا كما قلت لكم كنحطها على شكل طولي، غير كنقطعها على شكل طولي. يعني مثلا كل شوكولاته كنخرج منها أربعة الطروفه ولا ثلاثه، ولا الا بغيتو الشوكولاط كتير ديروا جوج طروفات، واحد حدا واحد. المهم هاد الشوكولاط كنديروه غير بالنسبه للوليدات باش ياكلوا لينا، راكم عارفين. ملي كديري لهم شويه الشوكولاط وكديري لهم شويه السكر وهذا راه كيبغيو الحاجه. ملي كتعطيهم الحاجه يعني ما حلواش ما تيبغيوش ياكلوها. صافي هنايا كنقرص، يعني كنقرص مزيان ديك البلاصه اللي جمعت، وكنحاول نرولي بين يديا باش هكايا تجيني على شكل بوده، على شكل اوفال. ما تجينيش راه مازال عاد تخمروا وعاد يعرضوا عيجيو على شكل اوفال. هنايا كندير طاوه بطاوه، يعني كنعمر هذا البلاطو، كنقرص العجينه كويرات، وكنقاد الطاوه باش ما تخمروش ليا دغيا، وكنقاد الطاوه الاولى وعاود كنقرص البلاطو الثاني، كنعمر الطاوه الثانيه، وكنبقى غادا هكا حتى كنسالي. انا هنايا خرجت ليا 3 الطاوات فيهم تقريبا 56 حبه. الا نتوما كتعبروا ممكن تخرجوا حتى ل 60 حبه من هاد العجينه هادي بهاد القياس. ما عرفتش تقريبا الغرام شحال يكونوا فيها. المهم القياس اللي درت في هذيك الكويره نعطيكم غير صغر من البيضه. ديك البيضه الصغيره صغر منها، وراه كيتخمروا وكيفيضوا، يعني كيجيو كبار تبارك الله، وكيجيو مفشين، راه تيجيو زوينين. المهم هنايا كناخذ زلافه، كندير فيها شويه ديال ما زهر، وكندير فيها واحد القبيصه ديال نسكافي. ما عندكمش ما زهر ديروا الحليب، ما عندكمش الحليب ديروا معلقه كبيره ديال الماء باش غير تذوب لكم ديك نسكافي. لان الا ما درتوش شي حاجه سائله مع هاد البيضه ما كتبغيش ديك نسكافي تذوب. صافي كنخلط هنايا مع ديك البيضه مزيان، وكندهن بهم هادوك الكريسات ديالي ملي كيختمروا. الطريقه انا باش كنخمرهم، كنشعل الفران 1 دقيقه ولا 2 دقائق، كنطفي ليه كنحل ليه البيبان حتى كيتنفس شي شويه من ديك السخونيه. كندخل الطاوات كاملين تقريبا، الا قديت ندير مثلا طاوه فوق طاوه هكا مايلين بلا ما تقاس العجينه كندخلهم. الا هذا كندير غير مثلا 3، كل وحده في داك الرف اللي تيكون هكا في الهواء، ووحده لتحت ووحده في ديك البلاصه اللي تتكون فوق تحت منها العافيه. مهم هكا باش كنخمرهم، كنرد عليهم دوك البيبان ديال الفران وكيتخمروا، كيبقاو تما ميم با واحد 10 دقائق كيخمروا. هانتوما شفتوا تبارك الله راه خمرتهم غير في الفران. دابا فاش الحال بارد من الاحسن بقاو تخمروا هاد المخبوزات في الفران، هذه هي احسن طريقه وتيسربيو. يعني ما تتبقايش مثلا انا هاد البريوش نقول لكم درتهم في ساعه ونص تقريبا ديال المكانه. داكشي باش رديت الغدا. ونقول لكم واحد التدبيره اخرى، ملي كتبغيو ديروا شي حاجه بكميه كثيره وكتبغيو مثلا توجدوها للمجمد وبكميه كثيره، من الاحسن يكون عندكم الخبز واجد في الدار. يعني ما تكونيش باغا تعجني الخبز وما تكونيش باغا تسيقي، يعني الدار مثلا تكون مجموعه نقيه، ماشي يلاه بغيت نسيق ولا يلاه بغيت نشطب يلاه بغيت نجمع. يعني تكون مجموعه، مثلا جمعيها بالليل والصباح راه كديري غير دوك لي روتوش الخفاف. والغدا هو المهم كترضيه هو الاول، وكديري شي حاجه اللي كتجمعك مع هاد الشقه اللي بغيتي ديري. مثلا ممكن ديري العدس، يعني شي حاجه الكوكوط، ديري العدس او اللوبيا او مريقه ديال الكوكوط عاديه بالخضره، او لا كديري الطاجين، اي نوع ديال الطاجين من غير مثلا طاجين الحوت او لا. حتى طاجين الحوت راه كيجمعك مع الشقه، يعني ما فيهش هو بزاف ديال الروينه. المهم شي حاجه اللي ما كتكثرش عليك الروينه باش يلاه انت تسالي تقدي هاد الكميه وتساليها. انا غير بالنسبه للخدمه ديالهم راه تمشي نجلس فوق واحد الطبيله ملي كتكون عندي كميه كثيره، وتنقاد حاجه بحاجه، يعني حتى كنسالي. ما تنبقاش واقفه فوق البوطاجي باش الصراحه باش ما نعياش.
وانا هنايا في التصوير راه غير كنجيب الطاوه حتى كنصورها لكم وكنرجع نجلس في طبيلتي حتى كنسالي. يعني خدموا وانتوما مرتاحين، ماشي تبقاو واقفين النهار كامل فوق البوطاجي باش انكم تقادوا الحاجه. ديروا شي طبيله شي كرسي وجلسوا حتى تساليو الحاجه على خاطر خاطركم. صافي هكا باش كتنظموا وقتكم، وهكا باش يعني باش كتوجدوا حويجات هكا الكوتي بكميه كثيره وكتنفعكم الصراحه. راه المخبوزات يعني راه ما تيخسروش في المجمد و... وما عندهمش ضرر. انا تنعقل على الدكتور الفايد قال لك بان الحاجه ملي كنجمدوها سيرتو المخبوزات بزاف تيتوقف داك التفاعل ديال النشا مع الخمائر اللي كيكون مضر. لان الا كان الخبز برا ديال المجمد راه تيبقى داك التفاعل غادي، واخا طيبتي الخبز واخا بقى هكاك محطوط راه كيكون داك التفاعل. المهم هنايا من بعد ما كندهنهم بالبيض، انا راه دازت لا فيديو يلاه وصلت. كندهنهم بالبيض كنطيبهم على نار بحال كي كنطيب الخبز. انا نشرح لكم عاود الفران. هانتوما كي كتشوفوا مفشين نقولها شفناهم اختي، شفناهم اختي باللي مفشين. واختي راه مفشين اش نقول لكم، مرات كيجيو كالقطن. غير جربوهم بعينيكم مغمضين. وبالنسبه للفران كنشعل الفران حتى كيسخن مزيان. فاش كنبغي نطيبهم تنكون دهنتهم، والشتاء ما تنحاولش نبرك عليهم بالجهد باش ما يهبطش ليهم داك التخمار ديالهم. ها انت يا اختي شوفي راه مفشين. وداك الشوكولاته يا اختي، داك الشوكولاته كتشهي من وسط منهم، وديك ريحه ما زهر عاطيه كتعطعط فيهم. المهم غير نوضوا يا اختي حيدوا العكز، ونوضوا ديروا شي كوتي لوليداتكم هكايا، وخبيو واحد الكميه لدوير الزبان في الفريغو. يجي عندكم شي ضيف على غفله ولا هكايا، شي نهار هكايا رشقات ليكم بغيتو ديروا شي كوتي اولا شي كاسكروط، يعني هكايا مفخفخ، كتلقاو ما تجبدوا وما تحطوا. ديروا بيتزات، ديروا بطيبيطات، ديروا هكا بريوش قريسات مسمنات ملويات، هكا حويجات كيعاونونا صراحه في الفريغو. ايوا نكمل لكم عاوتاني الطياب ديالهم. كنجهد الفران كنشعل الفران تيكون مجهد. راه تنبغي نهضر على حاجه وكنمشي لكم لحاجه اخرى، المهم ماشي مشكل عادي تفهموني. كنديروا فران سخون وكتدخلوهم للفران حتى كيتنفخوا مزيان. مره دوروا الطاوه ديالكم باش يجيهم التحمار من التحت بحال كنهبطهم للتحت. ملي كيطيبوا ليا الفوق مزيان كيتنفخوا مزيان وتتنشف ديك العجينه من الفوق، كنهبطهم لتحت وكنقص الفران حتى كيتحمروا. صافي طريقه الطياب ديالهم انا بحال طريقه الخبز في الاول، غير هادو كنقص لهم العافيه ملي كنهبطهم لتحت باش يجيونا محمرين تحميره وحده. وبالنسبه فاش كنبغيو نحيدوهم من الطاوه، راه كناخذوا واحد الموس وكنقلعهم، لان داك البيض كيهبط شويه على الطاوه كيلصقوا لينا غير من ديك الدويره ديال التحت، ماشي كاملين كيلصقوا هكا باش كنحاولوا نحيدوهم. المهم الا وصلتوا معايا حتى لهنا كنشكركم على حسن مشاهده الفيديو. ما تنسونيش من اشتراكاتكم وجيم لا فيديو، جمجمي لي اختي لا فيديو جمجمي، وبارطاجيها مع الحباب والصحابات. نتمنى يعجبكم يعني وتجربوا صراحه هذا البريوش كيجي رائع، غير جربوه. وتنمير النون، الى اللقاء.